قرب قرب، معانا لعيبه جنان، تدوس على بطنه يسقف، تلمس ركبه ينور، لعيبه جامدين قوي. تعالى واشتري وما تقعدش تتفرج وتقلب في البضاعه يا معلم. ايه يا عم فرج اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا عم احمد، بنقلب عيشنا، سوق انتقالات بقى، كل سنه وانت طيب وبنقلب رزقنا. ثواني بقى يا عم فرج، سيب لي المايك شويه. ايه يا عم احمد، انت بتزوقي ليه كده؟ خش يا عم اجيب لي مايك تاني، انا من بكره واقف على الامه بقى واتصرف انا. سيبني شويه يا عم فرج اتكلم مع الناس. طب خليك بقى لوحدك بقى، وانا ليا كلام تاني مع عمنا بشير. بمجرد ما السوق بتتفتح شلال الاخبار بيشتغل، ده رايح وده جاي وده اتباع وده هيتباع، فبدل ما تتسحل مع اي حد يقولك كلمتين زي صاحبنا اللي بيقول من شويه وعامل فيها المدير الاقليمي لسوق الانتقالات في اوروبا والشرق الاوسط، تعالى واشتري مني. النهارده كلامنا على ارسنال، فيلا بينا. تحس كده ان نظريه الفيل اللي على الشجره حالفه ما تسيب ارسنال ولا تبعد عنه. السيتي واقع وبينافس ليفربول بس، ورغم كده فرط في الصداره قصاد فرق تصنيف تاني في انجلترا. علشان كده دخول السوق وسد نواقص الفريق بقت هم ارتيتا الاول. ما الدوري لعبه النفس الطويل، ومخزون اللعيبه اللي عنده ما ينفعش للقصه دي. فتعالى بقى نشوف ارسنال هيعمل ايه. في حراسة المرمى مفيش نية للتدعيم. أرسنال أصلا جاب ديفيد رايا الصيف اللي فات علشان ينافس رامز ديل، والراجل نجح وبقى أساسي، رغم إن رامز ديل طلب يمشي، إلا إن أرتيتا أقنعه إنه يكمل. فاتنين حراس مرمى كويسين كافيين لنهاية الموسم، لكن ما بعد الحارس في كلام. فمثلا الباك اليمين فيه مشكلة. بين وايت بيحاول يعمل اللي عليه، لكن برضه مش باك في الفريق عايز ياخد الدوري. وتوما ياسو مميز جدا، بس الراجل بيتصاب كتير، فبالتالي أرسنال محتاج يحل القصة دي. وهنا بقى الخيار الأول جيرمي فيرمبونج، ظهير بايرن ليفركوزن، واللي يعتبر أفضل ظهير في العالم من حيث الأرقام، وعنده شرط جزائي في عقده ب 35 مليون يورو، وده رقم سهل قوي على أرسنال، بس لازم اللاعب يوافق يسيب فريقه اللي بينافس بقوة على الدوري. والخيار التاني هو الفرنسي ساشا بويه، لاعب جالتا سراي، عنده 23 سنة ومواصفاته مناسبة جدا لأرسنال، وسعره مش هيزيد عن 30 مليون يورو. يعني أي واحد من الاتنين كفيل يحل مشكلة أرسنال، مش بس الباك، لا، في قلوب الدفاع كمان، لأن بين وايت هيرجع قلب دفاع، وتمبر هيرجع في آخر يناير أو أول فبراير، فيبقى الدفاع في أمان لنهاية الموسم، بدل ما هو حاليا لو اتصاب لعيب بيبقى مستباح. وكلنا فاكرين اللي حصل لما ساليبا اتصاب في نهاية الموسم وأرسنال كله انهار. وبالمرة بقى واحنا بنقول انهيار، فواضح ان زينشينكو بقى حمل على فريقه من بداية الموسم. اللاعب غلطاته تودي في داهية، وكان آخر ماتش ما يتوصاش، لدرجة ان جماهير أرسنال طلبت ان هو يقعد على الدكة حتى لو يلعبوا ناقصين واحد. والحقيقة بقى ان المركز ده محتاج تدعيم ولو لنهاية الموسم حتى. وهنا بقى في 3 أسماء. الاسم الأول هيروكي إيتو، ظهير شوتجارد الألماني واللي مقدم مستوى سوبر من بداية الموسم، وقادر يلعب قلب دفاع وظهير أيسر، ودي حاجة مطلوبة جدا في أرسنال. الاسم التاني هو الفرنسي ميلفين براد، ظهير نيس الفرنسي واللي مقدم مستويات جامدة جدا برضه. الاسم الثالث هو خافي جلان، المغضوب عليه من سيميوني، رغم ان اتلتيكو جابه بناء على طلبه، ممكن يجي بيع نهائي او اعاره، المهم يكون في اسم تاني غير سينشينكو لنهايه الموسم، وبكده يكون الدفاع تمام. اما النص بقى فحكايته حكايه. ارسنال مهدد يخسر 3 اسماء مره واحده في خط وسطه. ايوه، لان اول عرض مادي كويس لبيع توماس بارتي هيتوافق عليه، لان وجوده زي قلته، كل يوم يتصاب ومحدش بقى عارف هو ممكن يلعب امتى. الاسم التاني هو النني، اللي عقده هيخلص نهاية الموسم ومفيش نية لتجديده، خصوصا برضو ان اصاباته كترت. والاسم التالت بقى هو جورجينو، اخر خوازيق تشيلسي لارسنال، والحقيقة ان رتمه بقى اقل بكتير قوي من الدوري الانجليزي، تقدر تقول راحت عليه. في الوقت الحالي ارسنال حاطط بالينها لاعب فولهام ضمن اهتماماته، و50 مليون يورو هو الرقم المطلوب لبيعه، لكن في منافسة شرسة من اليونايتد وبايرن ميونخ، وبدرجة اقل ليفربول. الاسم الثاني توماس سوتشيك، لاعب وست هام، واللي عقده يخلص الصيف الجاي ولسه ما جددش، وعرض مادي كويس قوي، سهل يخلص الصفقة. الاسمين دول قادرين ينقلوا وسط ارسنال نقلة محترمة جدا. في الهجوم بقى في جابريل خيسوس، مودي الفريق في داهية ولازم ارسنال يتعاقد مع مهاجم، وفي 3 اسماء واحد منهم رايح ارسنال بنسبة 100%. الاسم الاولاني ايفان توني، مهاجم برينتفورد واللي راجع من الايقاف، وسعره 35 مليون يورو. الاسم الثاني دومينيك سونوناكي، والمتألق مع بورنموث،
وسعره من 25 ل 30 مليون يورو. الاسم الثالث بقى سانتياغو خيمينيز، مهاجم فاين وورد الهولندي، وده سعره غالي شوية معدي 60 مليون يورو. كلهم قادرين ينهوا أزمة أرسنال التهديفية، خصوصا إن بنسبة كبيرة نكيتيا بره الفريق. وبس يا سيدي، هي دي سوق أرسنال الشتوي.